بعد 4 أيام كانت صفية ماشية في طريقها المكتبة. قابلها زميلها حمدي. صفية، فينك مختفين من ساعة ما رجعت من المخيم؟ يعني بالعقل هنكون فين؟ أكيد في جنازة أحمد وبعديه مازن الله يرحمه. أكيد حالتنا النفسية مش أحسن حاجة يعني. الله يرحمه. على العموم كويس إنك جيتي النهاردة. الدنيا مش بتقف على حد، وبعدين أنا عندي شغل مهم. بالنسبة للشغل احنا عرفنا نوع الكائن اللي اصطادتوه. والله؟ بسرعة؟ ها فرحني. اكتشفت نوع جديد من الكائنات الحية. أجهز نفسي يعني المجلات العلمية؟ لا لا لا. طب طلع كلب عادي يعني بيرقص باليه؟ برضو لا. حيرتني يا حمدي. طب هو نوعه ايه؟ مفاجأة. الكائن اللي انتوا اصطادتوه من فصيلة البني آدمين. لا والله. والله الكائن اللي قاعد يعوي وينبح لحد ما صدعنا ده بشر يا صفية. بشر، بس زهق من حياتنا فقرر يقضي الويك اند في الصحراء. لا تصدق حلوة وجديدة. انتوا اكتشفتوا اكتشاف كبير، يعني المفروض تفخري بنفسك، وخاصة ان كل الصحف والمجلات العلمية هتتكلم عن اكتشافكم ده. انتي مش مصدقاني. اصدق ايه؟ اننا مسكنا بني ادم زيي وزيك؟ لا، هو زيي بس مش زيك. يا سلام، اشمعنى زيك يعني؟ علشان هو مذكر، يعني راجل زيي، فهمتي؟ ويا ترى بقى لقيته معاه بطاقته الشخصية؟ على فكرة يا حمدي انت اكيد مجنون، راجل ايه وهبل ايه؟ انا شفت الوحش كان عبارة عن كتلة من الشعر، لا باين له ملامح ولا شكل، تقولي بشر وبني ادم؟ يا صفية اسمعيني، احنا خدرنا الكائن ده علشان نفحصه. كان واخد وضعية الكلب يعني، وشكله كان حيواني خالص، بس احنا بدأنا نفحصه، لقينا ملامح وصفات بشرية مغطاة بطبقة كثيفة من الشعر. أديك قلتها، طبقة كثيفة من الشعر، وده مش من صفات البشر. طبقة الشعر دي تبقى رحمة ربنا الكبيرة، لأن من غيرها كان مات من البرد في الشتاء وجلده اتحرق من الحر في الصيف. يعني قصدك إنه إنسان زينا وبشر؟ أيوة يا صفية، أنا عايزة أشوفه. تشوفي إيه؟ ما ينفعش، ده عريان ورافض أي لبس. عريان خالص؟ طب ما هو مغلي وطرزان كانوا لابسين كوافين وساترين نفسهم. احنا راجل الصحراء بتاعنا يبقى عاري ويكسفنا عند الغرب، يقولوا علينا ايه؟ عندنا أزمة في الكوافيل يعني؟ وضحك حمدي بصوت عالي. يخرب بيت عقلك يا شيخة، انت رايحة فين دلوقتي؟ انا رايحة عند طرزان بتاعنا اشوفه واعرف التفاصيل. أنصحك ما تروحيش دلوقتي يا صفية. بقولك ايه، خليك في حالك. واتجهت صفية لغرفة الملاحظة، وكان اللي خارج منها أصوات كتير عالية مختلط فيها صوت نباح وعوائل كلاب مع صوت رجالة بتحاول معاه. فاتحركت بسرعة لغرفة المراقبة اللي جنبها، ودي بتسجل كل حاجة في غرفة الملاحظة بدقة. وأول ما دخلت وبصت على الشاشات ودورت وشها بسرعة، شافت راجل عاري. فانتبه لها الأستاذ طاهر وقال لها: انتي بتعملي ايه هنا يا صفية؟ ارجعي على شغلك لو سمحتي. صفية وهي بتبص الناحية التانية: هو الكلام ده بجد يا دكتور طاهر؟ احنا مسكنا إنسان؟ أيوة، إنسان، اسمه صفة تشريحية، لكن حيوان في كل تصرفاته. أنا عايزة أبدأ بأبحاثي معاه، وبعدين ليه هو بيصرخ وبيعوي بالصورة دي؟ هو من أول ما فاق وهو بالعنف الشديد ده، وعمال يأذي نفسه ويأذي الآخرين، فاضطرينا نجيب له قميص بتاع اللي بيلبسوه المرضى النفسيين علشان نحاول نسيطر عليه، وكمان عشان ما يأذيش نفسه. وهو قدامك 3 من العلماء بتحاول معاه ومش قادرة تسيطر عليه، كلهم انضربوا منه وتعضوا كمان. فياريت بعد إذنك ترجعي مكتبك، لأن انت مش هينفع تتعاملي معاه. بس الحالة دي بتاعتي يا دكتور طاهر. وليكن، لكنه خطر، وأنا مش هسمح لك تعرضي نفسك للخطر، فبعد إذنك ارجعي على مكتبك لو سمحتي.
ماشي، حضرتك عندك حق يا دكتور، أنا مش لازم أعرض نفسي للخطر. حضرتك صح. صفية، طريقتك في الكلام مش عجباني. انتي ناوية على ايه؟ أها. لا ولا حاجة يا دكتور، ده أنا مطيعة وبسمع الكلام. عن إذنك بقى. وأول ما خرجت اتجهت لغرفة الملاحظة، وبحركة متهورة فتحت الباب ودخلت جوه. كان العلماء التلاتة بيربطوا القميص بقوة وهم بيحاولوا يشلوا حركته. وهنا رفعت صفية عينيها وشافت الوحش ده، وفجأة دارت الدنيا بيها وفقدت وعيها. وهنا القاضي قطعها وقال لها: انتي بتقولي اغمى عليكي لما شفت الديب، طب ليه يا صفية؟ انا اول مرة شفت الديب قلبي ارتعش. قلبك ارتعش؟ اسلوب غريب، اول مرة اسمعه، ممكن توضحي تقصدي ايه؟ قلبي ارتعش يا ست القاضي، يعني اتنفض، يعني ضعفت دقات قلبي لدرجة ان جسمي ما استحملش. حسيت ببرودة في اطرافي وصعوبة في التنفس، وجسمي كله انهار. كل ده في اقل من 5 ثواني يا حضرة القاضي. أنا قلبي ارتعش بجد. وهنا رد واحد من الموجودين: أكيد ده حب من أول عضة. وهنا انفجرت القاعة بالضحك. بس الهدوء لو سمحتوا، مين اللي قال حب من أول عضة؟ فشاور الكل على شخص بينهم: أنا آسف يا سيادة القاضي، بس إيه؟ حبس لمدة 24 ساعة بتهمة الإساءة للمحكمة. خدوا على الحبس. وفعلا أخد الضابط الراجل لتنفيذ الحكم ويتحبس يوم كامل. في حد تاني عايز يعلق بكلمة؟ الكل حط ايده على بقه وهزوا راسهم بلأ. كملي يا صفية. انتبه الموجودين من وقعتي في الأرض، ودخل الدكتور طاهر اللي كان مراقبني في غرفة المراقبة، والكل نادى: الحق يا دكتور مهاب، شوف مراتك أغمى عليها. كان الدكتور مهاب من ضمن العلماء اللي في الغرفة، فجري بسرعة وشال صفية وأخدها لغرفة المراقبة وبدأ يفوقها. فوق يا صفية، مالك جسمك ساقع كده ليه؟ وبدأت صفية تفوق، وبعدها قالت بصوت مهزوز: مين اللي جوه ده يا مهاب؟ انتي شفتي الديب، وبعدين شكله مش بيخوف قوي يعني. صح، انتي تعالي هنا يا مجنونة، انتي ازاي تخشي؟ ده ممكن يعضك، بهدلنا كلنا وعضته قوية جدا. مين اللي جوه ده يا مهاب؟ مالك يا صفية، بقولك الديب. أنا عايزة أشوفه يا مهاب، عايزة أشوفه. مالك يا صفية، انتي غريبة قوي. في ايه؟ وبعدين ما هو عندك على الشاشات اهو، اتفرجي عليه زي ما انتي عايزة. لا يا مهاب، أنا مش عايزة أشوفه على الشاشة، أنا عايزة أشوفه بجد، عايزة أبقى معاه وجها لوجه. لا طبعا، ده خطر عليكي، وبعدين احنا بنتعامل معاه كحيوان مفترس وبناخد احتياطاتنا. عشان خاطري ابوس ايدك، لو ليا غلاوة في قلبك دخلني ليه. انت ليه مصرة انك تدخلي عنده؟ عشان خاطري عايزة اشوفه، علشان خاطري لازم اشوفه. ماشي، بس ليه؟ ادخل بس الاول وبعدها هقولك ليه. ومسكها مهاب وسندها ودخل غرفة الملاحظة. كان الديب قاعد على الأرض متكتف بالقميص، لكنه كان بيعوي وينبح بصوت عالي. بصت له صفية وعيونها مليانة بالدموع. هنا القاضي قال: ليه يا صفية؟ شفتي ايه في الديب خلاكي بالحالة دي؟ شفت عيون أمي. نعم، بتقولي ايه؟ شفت عيون أمي ووش شوقي. مين شوقي ده كمان؟ رد عليه والد صفية: شوقي ده ابني اللي أخده السيل. كان شاب عنده 18 سنة، كان شاب يملى العين ويفرح القلب. قصدك إن الديب يبقى أخويا يا ست القاضي، يبقى أخويا.
وهنا وكيل النيابة اتحمس وقال: وده دليل على كذب المتهمة. ازاي شاب عنده 18 سنة يعيش بين الديابة؟ وبعدين عمر الديب مش متطابق مع عمر أخوها. لو حسبنا السيول كانت من 30 سنة. أنا عارفة كلامك كله. أخويا شوقي كان شاب، يعني لو تاهي في أي مكان كان هيحاول يتصرف، كان هيدور على ناس، كان هيدور على عمار، مش هيعيش وسط حيوانات. أما ديب فكان طفل صغير قليل الحيلة، لقى نفسه تايه في مكان موحش، بس رحمة ربنا وعظمته جعلت الحيوانات اللي كانت مفترسة أو اللي كانت هتفترسه تكون الأمان والحماية ليه. الديب مش شوقي أخويا، الديب يبقى خالد أخويا اللي راح مع السيل. كان عمره 3 سنين، ولو حسبتها هتلاقي عمره متطابق مع عمر الديب. وهنا المحامي قال بمراوغة: بس ده مش دليل يا صفية. انت سألت عن أخويا وجاوبت، أما الأدلة فده كلام تاني. وهنا القاضي قال: وعرفتي إنه أخوكي من نظرة واحدة وبعدها أغمى عليكي؟ أنا أيوة، قلبك ارتعش بس من نظرة واحدة. ليه انت مش معترف يا ست القاضي بالحب من أول نظرة؟ طب احكيلي عن أول نظرة. لا، نقول تاني نظرة. عملتي ايه أول ما دخلتي عند الديب تاني مرة؟ اختفت ابتسامة صفية ورجعت بأفكارها لتاني مرة. شافت الديب، كانت ماسكة في إيد الدكتور مهاب، ووقفت تبص على الرجل الناضج، ناضج جسمانيا لكنه بيتصرف كالحيوان. كان بيعوي وينبح، لكنها كانت مبتسمة، وبدون ما تشعر اتحركت خطوتين ناحيته. في نفس اللحظة اللي هجم عليها الديب وعضها في دراعها، صرخت صفية في قوة، في حين ضرب مهاب الديب علشان يسيب دراع صفية. فبطريقة غريزية ساب الديب دراع صفية وبدأ يهاجم مهاب، اللي سحب صفية بسرعة وخرج بره الغرفة، وأخدها بسرعة لغرفة المراقبة، وجاب علبة الإسعافات علشان يطهر جرحها. انتي أكيد اتجننتي، بتقربي عليه ليه؟ بتحسبيه بني آدم ورايحة تتعرفي عليه؟ ده ديب يا صفية، يعني جسم الإنسان مع سلوك حيوان مفترس. وهنا انهمرت الدموع من عيون صفية. طب بتعيطي ليه دلوقتي؟ العضة بتوجعك قوي كده؟ استني هجيبلك مسكن. مش العضة اللي وجعاني، اللي وجعني هو. نعم، الديب. شفت عينيه يا مهاب؟ مالها بقى عينيه؟ دي عينين أمي يا مهاب، نفس عينيها ونفس نظراتها، حتى ملامحها هي. نفس ايه؟ انت اتهبلتي وبتخرفي يا صفية؟ لا يا مهاب، انا ما بخرفش، انا قلبي ارتعش اول ما شفته، حسيت بيه قوي، مش غريب عني يا مهاب. وهنا حط مهاب ايده على جبين صفية. حبيبتي، هو انت محمومة بتخرفي؟ انا مش بخرف يا مهاب، ده خالد اخويا، انا عرفته وحسيت بيه من اول نظرة. ده اخويا اللي اخده السلم من 30 سنة يا مهاب. شفت رحمة ربنا الكبيرة، ارجع لقريتنا القديمة واشتغل في الصحراء علشان الاقي اخويا الضايع. لا، ده انت اكيد بتخرفي. انا ما بخرفش، انا متأكدة وواثقة 100%. واثقة ايه؟ ده انت لسه شايفاه من نص ساعة وكمان عضك فيهم. طب نفرض ان كلامك صحيح، هو مش في حاجة برضو اسمها تحاليل DNA؟ وانا موافقة اعمله من دلوقتي. انا مش هتوه عن اخويا، انا قلبي حس بيه من اول ما شفته، وانت عارف احساسي كويس. لا اله الا الله، يعني لما تلاقي حد من اخواتك تلاقي وحش مفترس الكل خايف منه كمان؟ مين اللي خايف من مين؟ يا مهاب، انت ما بصيتش في عيون الديب، ما شفتش نظرته، ده هو اللي مرعوب مننا. لا والله، وكمان حللتي نظرته؟ وده بقى قبل العضة ولا بعدها؟ يا حبيبي، انت عارف ان سلوكه كلها حيوان، والحيوان لما بيخاف بيهرب، ولان خالد ملوش مكان يهرب فيه،
فلجأ للهجوم، وده رد فعل طبيعي. ده عايز حد يطمنه وياخده في حضنه. يا سلام، انتي بقى سميتيه خالد. وبعدين حضن ايه يا ام حضن؟ لا تكوني عايزة تحضني الديب. اكيد هعملها بس مش دلوقتي، لما نتيجة التحليل تطلع وأأكد للكل إنه أخويا. استغفر الله العظيم، أكيد أنت مجنونة. هتروحي فين يا صفية؟ هترجعي مكتبك؟ طبعا لأ، أنا شغلي هنا مع خالد. أنت ناسي إن أنا اللي اصطدته وأنا اللي هكون مسؤول عنه، وده من صميم شغلي. ضعنا والحمد لله. بقولك ايه، أنا هخرج وابعتلك وليد، هو اللي مباشر الحالة من أول ما جبناه هنا. خلاص ماشي يا مهاب. كانت صفية بتراقب الديب على الشاشة ونظراتها كلها حب. في الوقت ده دخل وليد. الحمد لله إن في حد هيباشر معايا، أصل الأخ ده تعبني على الآخر. في إيه بالظبط؟ حدد. في كل حاجة، يعني غير إني مرعوب منه بس صعبان عليا. تعرفي إنه ما أكلش أي حاجة من ساعة ما جبتوه؟ إزاي تسيبوه كل الأيام دي من غير أكل؟ انتوا اتهبلتوا؟ أتاري بيهاجمنا، أكيد جعان يا قلبي عليه. حيلك سايبينه ايه؟ ده انا احترت معاه، مرة حطله لحمة مطبوخة ومرة لحمة نية، وهو لا بياكل ده ولا بياكل ده. طبعا اكيد مش هياكل اي حاجة من الحاجات دي، لانه ببساطة من الرئيسيات، يعني ملوش في الجيف وما بياكلش الا صيد وبس. جيف ايه؟ دي لحمة جزار بلدي. انت عارفة الكيلو بكام؟ ده ب450. ان شاء الله يكون ب1000. ده ما بياكلش الهبل ده. استنى بس وانا هوريك. وخرجت بسرعة ونادت على الساعي اللي خرج، وبعد نص ساعة رجع ومعاه أرنب صاحي. أخدته صفية ودخلته من الفتحة المخصصة في غرفة الملاحظة، ورجعت بسرعة تتابع في الشاشات هي وليد وبعض الباحثين اللي بيوثقوا المشهد، والكل بيتابع. كان الديب قاعد على ركبته وجسمه ممدود للأمام، وساند راسه على دراعيه الأماميتين زي وضعة الكلب المستلقي. وفجأة انتبه لوجود شيء بيتحرك، فرفع راسه ببطء وبتركيز شديد، والكل بيتابع بنفس التركيز. وفجأة حدد الديب مكان الأرنب وثبت نظره عليه، وفي أقل من 5 ثواني نط فيها الديب نطتين، والتالتة كان ماسك الأرنب بإيده وسنينه، وبعدها قطع الأرنب بسنينه وبدأ يلتهمه. الكل كان مصدوم من سرعة الديب الشديدة ومن قوته ومهارته. ومر 3 أيام، وكل يوم تقدم صفية الأرنب للديب، بس كانت بتتعمد تفتح الباب وتقدمه له علشان يعرفها، وكل مرة تتحرك خطوة جوه الأوضة. وفي اليوم الرابع والكل مشغول في تدوين الملاحظات، فتحت صفية الباب ودخلت عند الديب وقفلت الباب بسرعة. أول ما شافها الديب بدأ ينبح بصوت عالي. وقفت صفية في مكانها للحظات، والإصرار غريب. قعدت على الأرض في مكانها. في نفس الوقت زملائها كانوا خايفين عليها. البعض منهم جري ينده للدكتور مهاب، والبعض حاول يفتح الباب، لكن صفية كانت قافلة من جوه. والبعض خاف إنهم لو خبطوا كتير الصوت بتاع التخبيط يثير غضب الديب فيهجم عليها. بصت صفية للديب وقالت: ما تخافش يا خالد، أنا أختك صفية. مش عارفني؟ طيب مش فاكرني؟ إحنا كنا بنلعب مع بعض وإحنا صغيرين، فاكر؟ طب حاسس بيا زي ما أنا حاسة بيك؟ الغريبة إن الديب هدي جدا وسكت وبدأ يبص لها. طيب فاكر بابا؟ إحنا حالنا اتغير قوي بعد ما اختفيت انت واخواتي. بابا شال الهم، والناس بتعزيه في مراته وولاده ال3. ما طقش يعيش في المنطقة الجديدة اللي نقلونا فيها. أخدني وسافر على القاهرة، والأيام نسيت الحزن شوية بشوية.
ولا يمكن منسيش، لكن الدنيا ما بتقفش على حد. اتجوز وخلف. تصدق سمى البنت كريمة على اسم أختي الصغيرة، والولد شوقي، وقال ربنا عوضني عنهم بإخواتهم. بس انت لأ، مرضيش يسمي أخويا التالت خالد، وقلت له لأ، الاسم ده لأ، وكان قلبي حاسس انك عايش. وهنا غير الديب وضعيته، وقعد على الأرض ومد إيديه للأمام وأرخى راسه على دراعه. تجرأت صفية وزحفت ببطء لحد ما قربت منه، وببطء شديد مدت إيديها ومسحت على شعره وأكتافه بهدوء، وغمض الديب عيونه بالراحة لأول مرة. فمهما كان الديب متوحش أو سلوكه سلوك حيوان، إلا إن لمسة الحنان أكيد هتأثر عليه، وخاصة إنها المرة الأولى. في حين الكل كان بيراقب صفية على الشاشات، والبعض بيدون كل موقف وبيسجل رد فعل الديب، وقفت صفية ساكنة في مواجهة مهاب الغضبان. ايه اللي انت عملتيه ده يا صفية؟ انت اتجننتي خلاص؟ ازاي تدخلي عنده وتقفلي الباب؟ يعني لو هجم عليكي دلوقتي كنا هنتصرف ازاي؟ بس ما هجمش عليا، وافرضي هاجمك كنت هتعملي ايه؟ انت خايف عليا من اخويا؟ ده اخويا اللي عمره ما يأذيني ولا يضرني. اولا حتى الان مفيش دليل انه اخوكي، ثانيا ده متوحش بيتعامل كديب، يعني غدار ملوش امان. اولا ده اخويا، ونتيجة التحليل هتأكد لك. ثانيا ده مش حيوان، ده انسان، ومش غلطته انه عاش وسط الحيوانات، والمفروض مننا كلنا اننا نساعده علشان يكتسب السلوك الانساني، مش نعامله كحيوان. وعشان نكسبه السلوك الإنساني نتهور زي حضرتك كده وندخل ونقفل الباب. قلت لك مش خايفة منه، ده أخويا من لحمي ومن دمي، يعني أماني وحمايتي وقطعها في كلامها سمعها صوت الديب بيعوي بينبح بصوت عالي. جريت هي ومهاب بسرعة لأوضة الملاحظة. هناك شافوا الدكتور سعيد مدير المركز واقف، وفي 2، واحد بيصور فيديو والتاني بيصور فوتوغرافي، والتلاتة عند الباب، والدكتور سعيد بيوجههم. سعيد قال لهم: صورت الفيديو وهو بينبح وهو بيهاجمنا. المصور قال له: الفيديو مش واضح قوي عشان كنا بنجري. الدكتور سعيد قال له: طيب احنا كمان 5 دقايق هنجهز الكاميرا وندخل وهو بيهاجمك، انا هشدك من ظهرك بحيث تصور المشهد كامل. انا صورته وهو بيهاجمكم. دكتور سعيد، حضرتك والاتنين دول بتعملوا ايه هنا؟ وايه الصور دي وليه؟ كملوا بس شغلكم انتوا. تعالي معايا يا دكتور افهمك. تفهمني ايه؟ مفيش اي حد هيصور ولا هيقرب من خالد، انتوا فاهمين؟ لو سمحت يا دكتورة سيب الرجالة تكمل شغلها وتعالي معايا انتي والدكتور مهاب وانا هفهمكم. في مكتب الدكتور سعيد قال: بص يا صفية، في الوقت اللي كنتوا مشغولين فيه مع أحمد ومازن الله يرحمهم، وأول ما اكتشفنا إن الوحش ده إنسان، اقترح عليا واحد إننا نسجل فيديو ليه وهو في صورته الحيوانية بشعره الكثيف وضوافره الضخمة، يعني كنوع من التوثيق، وبرضه عملية حلاقة الشعر والكشف عن ملامحه البشرية لأول مرة. وبعدها إحنا أعلنا عن اكتشافنا المذهل ده في كل الوسائط العلمية وعلى المواقع العالمية. لا والله. وبعدين يا دكتور كمل. الجامعة الأمريكية أبدت اهتمامها الكبير بالموضوع، وعرضت علينا إنها تشارك معانا في الدراسات العلمية والسلوكية الخاصة بالتدريب. نعم، وهم مالهم بينا؟ يجوا يتدخلوا في حياتنا ليه؟ هنا مهاب جوزها اتدخل وقال: لو سمحت يا صفية اهدي شوية. وده في مقابل ايه بقى يا دكتور؟ مقابل ان هم هيقدموا لنا مقابل الدراسة دي منحة مالية ب3 مليون دولار. مش تقول فيها. وطبعا حضرتك وافقت. اولا انا ارفض الكلام باللهجة دي يا دكتور في الكلام معايا. اسف يا دكتور سعيد، ما اقصدش.
ثانيا أنا مش حر نفسي علشان أقبل أو أرفض، ده قرار الجهات العليا اللي وافقت، وبعدين ده في مصلحة الكل وخاصة الديب، لأن دي جامعة كبيرة عندهم خبرة أكتر مننا، اللي إن شاء الله مربين طرزانات في الجنينة بتاعتهم علشان يبقى عندهم الخبرة. دول زيهم زينا، لا هيعملوا أكتر مننا ولا أقل ولا هيفيدونا بحاجة. يبقى يجوا نخبط سوا، وإحنا برضو هنستفيد بالفلوس اللي هتيجي منهم، وإحنا كلنا هدفنا واحد، وهو مساعدة الراجل اللي جوه إنه يتخلص من سلوكه الحيواني ويبقى إنسان طبيعي. صح، بس بشرط إني أكون من ضمن الفريق المصري اللي هيساعد معاهم. ماشي يا صفية، مفيش مشكلة، وكمان مفيش أي قرار ياخدوه إلا بموافقتي أنا شخصيا. نعم، بصفتك إيه؟ بصفتي أخته، وأنا اللي مسؤولة عنه يا دكتور. بصي بقى يا صفية، لحد ما تطلع نتيجة الDNA فأنت مجرد عضو في الفريق، ولما تطلع النتيجة هيكون لينا كلام تاني. فعلا فعلا يا دكتور سعيد، هيكون لينا كلام تاني خالص. دخل وليد غرفة المراقبة، لقى صفية بتراقب الديب وهو نايم على الأرض. هو انت مالكيش بيت تروحي فيه؟ ايه يا صفية، في ايه؟ ده انا باجي الاقيكي هنا واروح وانتي هنا. مش عايزة ابعد عنه، عايزة ابقى جنبه اطول وقت يا وليد. دكتورة صفية، ممكن اسألك سؤال؟ انتي ليه متأكدة قوي ان الديب ده يبقى اخوكي؟ يعني في حاجة معينة تخليكي متأكدة انه اخوكي؟ هتصدقني لو قلتلك؟ معرفش، بس في حاجة حسيت بيها قوي اول ما شفته. تعرف زي احساس الام لما تحس بابنها وهو بعيد عنها؟ الام، بس انتي بتقولي اخوكي مش ابنك. انا عارفة، بقولك احساس، وده اللي بحسه ناحية خالد، كأنه حتة مني. لما بيكون نايم ومرتاح بحس بفرحه، لما بينبح وهو متوتر بحس بضيقه، أصله مش عارف يفهمنا ولا احنا عارفين نفهمه. فبحاول على قد ما أقدر إني أهديه وأحسسه بالأمان. هو بصراحة موضوع الديب ده ملخبطنا كلنا. امتى يجي بقى الوفد الأجنبي علشان نرتاح من هم الديب؟ نعم، اللي إن شاء الله كان مضايقك في إيه؟ ده غلبان، وبعدين أنا مش عارفة كلكم مستنين الوفد الأجنبي ليه، على أساس هيجيبوا الديب من ديله يعني؟ ما زينا زيهم، شوية عمي بيسحبوا خرس، لا دول شايفين ولا دول فاهمين. ويضحك وليد قوي على كلامها ويقول بذمتك دي لغة دكتورة معاها ماجستير وبتحضر في الدكتوراه؟ هو أنا كده لما بيجي موضوع خالد بتحول. ودخل عليهم الدكتور سعيد وقال دكتورة صفية، العلماء الأجانب هيجوا بعد يومين إن شاء الله، وأنا أدركتك ضمن الفريق المصري اللي هيساعد الفريق الأجنبي، فياريت تتعاوني معاهم ومحدش يشتكي منك. وهيشتكوا مني ليه بقى إن شاء الله؟ اعتبري كلامي تنبيه وتحذير برضه، لأن دول علماء وباحثين على أعلى مستوى. حصل يا ريس، مادام هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة فأنا في الخدمة. طيب استعدي بقى وتعلمي منهم، علشان أكيد هتستفيدي انتي وكل أعضاء الفريق المصري. وبعد يومين كان الكل في استقبال الوفد الأجنبي المكون من 10 رجال. وبعد التعارف دخل رئيس الوفد مستر هاري ماك، ومع الوفد دخل غرفة المراقبة علشان يشوفوا الديب ويراقبوا سلوكياته. صفية هنا قالت لهم الملاحظات دي اللي دوناها لخالد، أقصد الديب يعني من أول يوم. وهنا قرأ مستر هاري الملاحظات بدقة وقال لها كويس كويس، مجهود رائع دكتورة صفية، وهنبدأ من اليوم العمل على الذئب، بس أنا عايز أدخل غرفته بصورة مباشرة. دكتور طاهر قال أنصحك إن الدكتورة صفية تدخل معاك، لأن الذئب بيرتاح معاها. الدكتور هاري استغرب وقال انتي بقى المدربة بتاعته؟ على فكرة يا مستر هاري، ده مش حيوان علشان أكون مدربته. أنا آسف، ما أقصدش. تسمحي لي بقى تتفضلي ترافقيني علشان نشوف الذئب أنا وفريقي؟ أنا أفضل إن يجي معانا 1 أو 2 بس،
لأن الذئب بيتوتر من الأعداد الكبيرة. كويس كويس، اتفضلي سيدتي. وأخدت صفية الدكتور هاري ومعاه 2 من العلماء الأجانب ودخلوا الأوضة اللي فيها الذئب. وأول الذئب ما شافهم بدأ في مهاجمتهم وحاول يعضهم، لكن صفية مسكته من كتافه بقوة وبدأت تهديه. ما تخافش يا خالد، ما تخافش يا حبيبي، ما فيش حاجة، دول مش هيأذوك. اهدى يا حبيبي، ما فيش حاجة. وبدأت تمسح على شعره لحد ما هدأ وسكن لها. وهنا الدكتور هاري استغرب، مدهش قوي. انت عملتي ايه علشان تسكتيه؟ انا ما قلتش اي حاجة. كان أعضاء الفريق المصري بينفذوا التعليمات اللي طلبها منهم رئيس الفريق الأجنبي، وفجأة سمعت صوت أخوها بينبح بصوت عالي جدا. قامت بسرعة تشوفه، وفجأة سكت الصوت. ولما وصلت لغرفته لقت 2 من العلماء واقفين ومعاهم مسدس تخدير، وهم وأخوها واقع على الأرض ومضروب أكتر من 3 حقن مخدرة. انتوا بتعملوا ايه؟ اهدي دكتورة، الأمر بسيط، احنا خدرنا الذئب. ليه خدرتوه؟ وازاي تخدروه من غير ما تاخدوا موافقتي؟ وايه نوع المخدر اهدي دكتورة، الأمر بسيط. اليوم هناخد الديب علشان نعمل أشعة مقطعية على جسمه كله، علشان الفريق يفحصه وجميع أعضاء الذئب الداخلية، ونعرف ايه التغيرات اللي طرأت على جسمه. وليه تخدروه؟ انتي تعرفي ان الديب خطير ومش هيهدى وهو داخل الجهاز، علشان كده لازم نخدره. أنا عارفة كل ده، بس أنا أقصد ليه 3 حقن؟ دي كمية مخدر عالية جدا، خايفة جسمه ما يتحملهاش. ما تقلقيش، فريقنا مدرب وعنده خبرة عالية. طيب ماشي، أنا هاجي معاكم المستشفى. ليه تيجي معانا؟ ده مش تخصصك. بقول لحضرتك إيه، أي شيء له علاقة بالديب ده يخصني. وبعد أكتر من 2 ساعة كانت صفية بتتكلم بصوت عالي وغاضب. إيه ده؟ إزاي يمر 2 ساعة كاملين ولحد دلوقتي ما قامش؟ اهدي دكتورة، الأمر بسيط. هو فين اللي بسيط؟ الحالة بقى أكتر من 2 ساعة ما فاقتش وتقولي بسيط؟ انتوا اديتوه كمية كبيرة من المخدر وممكن جسمه ما يتحملهاش، انتوا كده عرضتوه للخطر. دكتور هاري هنا قال، اهدي يا دكتورة. الديب بدأ يفوق. أول ما سمعت كده بدأت تجري بسرعة على الشاشات، وكان الديب وقتها بيفتح عينيه ويقفلها، وبعدها حاول الحركة لكنه كان بيتطوح بصورة جديدة وواضح إنه دايخ قوي. والعلماء كانوا بيتابعوا على الشاشات وهم بيضحكوا على حركاته الغير ثابتة. بصت لهم صفية بغضب وقالت، أعتقد إن الأمر مش مضحك. هنا سكت العلماء بخجل. اللي بيحصل ده مش طبيعي، بص يا دكتور هاري. طاهر هنا قال، فعلا يا دكتورة صفية حركاته مش طبيعية وواضح إنه دايخ جدا، وده ممكن يأذي الديب نفسه وهو مش حاسس. خافت صفية وجريت بسرعة لغرفة الملاحظة. شافها الديب فحاول يهاجمها لأنه مش شايفها كويس، لكنه كان ضعيف. قربت منه صفية بهدوء وقالت له، أنا يا خالد، ما تخافش يا حبيبي، أنا معاك. وهنا الديب هدي لما سمع صوتها، بس هو كان بيتطوح. قربت منه صفية ومسحت على راسه زي ما تعود منها، وبعدها قعد على الأرض وحطت راسه على رجلها وبدأت تكلمه بهدوء. معلش يا حبيبي، أنا عارفة إنك دايخ، بس معلش شوية وهتبقى بخير. رفع راسه وبصلها وهو بيحاول يشوفها كويس. تعرف إن بابا هيفرح قوي لما يشوفك؟ بابا؟ تعرفه؟ طيب تفتكره؟ استنى كده هوريك صورته. وخرجت الموبايل من جيبها وفتحت على الصور وبدأت تفرجه. بص يا خالد، ده بابا ودول اخواتي، اقصد اخواتنا، وده شوقي الصغير، ودي كريمة، ودول ولادها محمد وعلي، ودول بناتي التوأم حور ونور.
والله يا خالد الاتنين هيجننوني. الديب كان بيستمع لها وبيشوف الصور لحد ما راح في النوم. حطت راسه بالراحة على الأرض وغطته وبعدها خرجت. ولما رجعت غرفة المراقبة لقت الفريق الأجنبي بيسقف لها، ودكتور هاري بيقول لها: رائع دكتورة، انتي ازاي عملتي حبل التواصل مع الديب؟ وسابتهم صافية من غير ما تجاوب. دكتور هاري كان غضبان وبيقول للدكتور سعيد: اللي بيحصل ده مش طبيعي دكتور سعيد. ايه اللي حصل يا دكتور هاري؟ صافية بتفسد علينا، كل ما نتقدم تعطلنا عن الشغل. الأمر حساس بالنسبة لها لأنها متخيلة إن هو أخوها، بس هي بتتدخل في اللي ملهاش فيه، وده ما بيناسبناش. فلو سمحت اطلب منها إن هي تتوقف لأن الأمر أصبح شديد الإزعاج بالنسبة لنا. أنا بعتذر دكتور هاري وحنبهها للملاحظة دي. ورجعت صافية من مأمورية كلفها بيها دكتور سعيد لجمعية الرفق بالحيوان، وهناك اكتشفت إنها مأمورية ساذجة جدا ومفيش أي داعي إنها تروح أساسا. وبالرغم من هو اداها باقي اليوم أجازة، إلا إنها حست بوجع في قلبها، فقررت إن هي ترجع تطمن على أخوها وبعدها تروح بيتها. وفعلا دخلت المركز، وهي في الطريق سمعت صوت عواء أخوها فأسرعت ودخلت، وهناك شافت منظر عصر قلبها وحطمه. كان الديب مربوط بسلسلة في رقبته وقمع بلاستيكي محاوط راسه علشان ما يعرفش يأذي حد، وفي واحد ماسكها واتنين من العلماء عنده، واحد ماسك كوباية مية والتاني ماسك طبق بلاستيكي اللي بيشرب منه. وكل ما يحاول يقرب من الطبق الدكتور هاري يسعقه بالكهرباء. صرخت في وشهم: انتوا بتعملوا ايه في اخويا؟ اهدي دكتورة صفية، احنا بنعلمه السلوك الآدمي بان هو يخاف من الطبق البلاستيكي ويلجأ للكوب. بتكهربوه علشان يتعلم السلوك الآدمي؟ ان شاء الله ما اتعلم. انا مش فاهمك دكتورة، احنا احرزنا تقدم مذهل، فلو سمحتي اخرجي حتى. وهنا زقته صفية بعنف بعد ما سحبت منه الصاعق، وبعدها صرخت فيهم: انتوا بتعلموه الإنسانية ولا الذل والخضوع والمهانة؟ بتحطوا في عنقه طوق وبتعاملوا زي الحيوان وتقولي إنسانية؟ ده بيهاجم دكتورة لأنه خايف منكم. تصرفه سلوك حيواني، فين سلوككم انتوا الإنساني؟ تهين كرامته وتقول تقدم حلو، الطوق ده في عنقه. وانت يا دكتور هاري تسعقه؟ بتسعق الحيوانات عندكم علشان تسعق الإنسان؟ وبدأت في طردهم من الغرفة، وبسرعة فكت السلسلة من على رقبته. الديب طلع يجري على المية واستمر يشرب بشدة، فبكت صفية عليه وقالت: حارمينه حتى من المية، ربنا ينتقم منكم. وهنا الدكتور سعيد قال لها: صفية، الدكتور هاري بيشتكي منك، عملتي ايه يا صفية؟ ما عملتش حاجة، أنا قلت من الأول إني مش هسمح لأي حد يسيء لأخويا. يا دي أخوكي، يا دي أخوكي اللي وجعتي دماغي بيه. حصل ايه يا صفية؟ هما دكاترة على راسي يا دكتور سعيد، لكن يلبسوا أخويا طوق في رقبته وقمع؟ لأ وألف لأ، أخويا مش حيوان يا ناس علشان يلبس طوق، ومش مسعور عشان يحطوا له قمع. ايه اللي حصل يا دكتور هاري؟ انتوا حطيتوا طوق على عنق الديب؟ انت تعلم انه وحش ومفترس وممكن يقتلنا زي ما قتل 2 من قبل، واللي انا عملته لحمايتنا احنا والفريق. اخويا مش قاتل يا دكتور. اهدي يا صفية، بالرغم ان تصرفهم غلط بس معذورين. الديب مفترس وممكن فعلا يقتلهم كلهم زي ما قتل احمد ومازن. اخويا مش قاتل، ومفيش دليل واحد انه قتلهم، وحتى لو هو الاسد اللي قتل مدربه في السيرك حققوا معاه، ولا الفيل اللي دهس صاحبه في الهند حكموه، دول حيوانات. دلوقتي بقى أخوكي حيوان؟ أخويا سلوكه حيوان لأنه ما يعرفش غيره، لكنه إنسان وبيتعامل كإنسان. مادام بينا، ولو عايزين تحاسبوه على أفعاله ابقوا علموه الصح من الغلط.
حتى ضد الإنسانية يا دكتور. أخويا مش حيوان علشان تعامله كحيوان. وهنا دخل شاب في أواخر العشرينات وبيسند في إيده راجل كبير في السن. أنا فين يا شوقي؟ عند صفية يا بابا، طلبت إنك تروح عندها في الشغل. أنا فين يا شوقي؟ عند صفية يا بابا. الأب فكر شوية وقال: هي صفية بنتي فين؟ هو احنا فين يا شوقي؟ خلاص وصلنا، صفية اهي يا بابا، مستنية عند المكتب. أهلا أهلا ببابا، منور يا حاج، وبست إيده وراسه. أنا فين يا صفية؟ أنت عندي في الشغل يا بابا. يعني الترحيب ده كله لبابا وأنا لأ؟ إزاي حبيبي؟ أنت الحب كله، وحشتني يا شوقي يا أخويا. أنت ليه طلبتي بابا؟ ليه طلبتي إن هو يجيلك الشغل وأنت عارفة حالته؟ غصب عني، لو كنت أعرف أجيبه كنت جبته، بس مستحيل. جبتي مين؟ هحكي لك بعدين. أنا دلوقتي عايزة بابا، وتقدر أنت تروح وأنا هجيبهولك بالليل بعد ما يتعشى معانا. خلاص يا صفية، خدي بالك منه واوعي تسيبيه، انت عارفة حالته. اوكي يا شوقي، مع السلامة. وبعد ما مشي أخوها سندت أبوها لحد غرفة الملاحظة وقالت له: بابا يا حبيبي استنى هنا لحظة. وبعدها دخلت غرفة المراقبة وشدت كابلات الكهرباء وقفلت كل الشاشات. أصل اللي هيحصل دلوقتي يا بابا ملهوش علاقة بالعلم ولا بالعلماء، بس له علاقة بالإنسانية. وأخدت أبوها ودخلت على الديب اللي نبح أول ما شاف راجل غريب داخل، لكنها قربت منه وقالت له: اهدى يا خالد، ده بابا. مين ده يا صفية؟ ده خالد يا بابا، أخويا. الأب بصله بتركيز وقرب منه. بصراحة خافت صفية على أبوها لا يعض بديب، لكن الديب كان في حالة سكون غريب لما قرب منه الراجل. مد إيده المرتعشة ولمس شعر الديب ووشه وكأنه بيستكشفه. الديب غمض عيونه وبعدها قال: مين ده يا صفية؟ ده أخويا اللي أخده السيل، ربنا رجعه لنا يا بابا. وسحب أبوها الديب وأخده في حضنه، والأول مرة يشعر الديب بمعنى حضن إنسان. فمهما كان الحيوان متوحش إلا إن لمسة الرحمة بتأثر فيه. كانت صفية خايفة بجد وحاسة بالندم إن هي جابت أبوها عند الديب، لكن ندمها اتبخر بعد لحظة مسك رجب وش الديب بين إيديه. مين ده يا صفية؟ ابنك يا بابا. وبعدها سندت أبوها لحد ما خرجوا من الغرفة، وهناك لقت مهاب وكان غاضب جدا. انتي بجد اتجننتي وعقلك راح منك. الأجانب كان عندهم حق لما قالوا إنك مجنونة. ليه يعني؟ هو أنا كنت عملت إيه يا مهاب؟ انتي مش عارفة انتي عملتي إيه؟ بقى تجيبي أبوكي هنا عند الديب، مش خايفة لا يعض ولا يموته؟ أب وجه يشوف ابنه، إيه اللي حصل يعني؟ مش جريمة. انتي الكلام معاكي ضايع. أب إيه وابن إيه؟ هو والدك في حالته دي عارفك علشان يعرف ابنه؟ ده لو كان ابنه أصلا. قلتلك أخويا وأنا عارفاه. أبوكي أصلا مش فاكرني، هيفتكر ابنه اللي مات من 30 سنة، وبعدين بتخاطري بأبوكي علشان تثبتي إيه؟ أنا مش عايزة أثبت حاجة. خالد اتعرض لأسوأ معاملة، فكان لازم أجيب له حد يحس بحبه، ومفيش حد هيحبه أكتر من أبوه. لا إله إلا الله. ويا ترى حس الديب بأبوه ولا الأب حس بابنه؟ ولا أنتي بتوهمي نفسك ولا إيه بالظبط؟ طب تصدق والله ما هجاوب على سؤالك، وأنا هاخد بابا روحه. أنا فين يا صفية؟ مسكه مهاب وقال له: تعالى معايا يا عمي علشان نروح سوا. وتاني يوم دخلت صفية المركز، وقبل ما تدخل غرفة الملاحظة لقت الدكتور هاري بيمنعها من الدخول. دكتورة صفية، أنا أنحيكي عن عملك معنا. إيه؟ أنت بتنحيني؟ لا طبعا مش من حقك.
وهنا اتدخل دكتور سعيد. لا، من حقه، لأن أنا بصفتي مدير المركز بعفيكي من المشاركة معاهم في أبحاثهم اللي ليها علاقة بالديب. لا، مش من حقك. لا، حقي، ده من صميم شغلي، ده أخويا ومش هسمح لحد إنه يبعدني عنه. ساعتها مهاب قال: لا يا صفية، مش أخوكي. تقصد إنه مش أخويا؟ دي نتيجة تحليل DNA اللي بتأكد إن الديب يا صفية مش أخوكي. ونرجع للمحكمة، وهنا صرخ المحامي: اعترفت المتهمة إن الديب مش أخوها، يعني ملهاش أي حق في اللي عملته. أخويا، أخويا غصبا عن الدنيا كلها، أخويا، ولو تحلي الدنيا كلها قالت إنه مش أخويا هكدبها وأقول أخويا. بس نتيجة تحليل DNA بتقول طز في التحليل وطز في النتيجة. أنا قلبي مش محتاج لنتيجة علشان أعرف أخويا. قلبي ده حس بيه من أول نظرة، قلبي ده ارتعش من أول لحظة شفته فيها، وبتقولوا لي نتيجة وتحليل؟ طز في التحليل ومليون طز في النتيجة. وهنا القاضي قال لها: اهدي يا صفية، اهدي لو سمحتي. يا جماعة، حد يدي المتهمة كوباية مية علشان تهدى. تحبي نأجل الجلسة على ما ترتاحي؟ أنا كويسة يا سيادة القاضي. طب عملتي إيه أول ما عرفتي بنتيجة التحليل؟ عملت زي ما عملت دلوقتي. ممكن توضحي أكتر؟ وسرحت صفية وهي بتسترجع لحظة ما عرفت بنتيجة التحليل. ساعتها مهاب قال لها: لا يا صفية، مش أخوكي. تقصد إيه مش إنه مش أخويا؟ دي نتيجة تحليل DNA اللي بتأكد إن الديب مش أخوك يا صفية. يعني إيه مش أخويا؟ أنت بتخرف يا مهاب ولا طبختها معاهم؟ عيب يا صفية كلامك ده. أنت اللي بتقولي عيب؟ عيب عليك إنك تتآمر معاهم عليا. كل ده علشان عايزين تبعدوني عن أخويا وإنت تتفق معاهم ضدي. اخرسي يا صفية، اخرسي، مش هسمحلك بولا كلمة تانية. اتفضلي يا دكتورة يا محترمة، شوفي. وفتح الظرف وحط الأوراق في إيديها. أولا، التحليل كان من أول يوم انتي قلتي إن الديبي بقى أخوكي، يعني قبل ما يجي الأجانب هنا ب10 أيام. ثانيا، أنا اللي أخدت العينات وسلمتهم للمعامل، لأني رفضت إن أي حد غريب يمس شعر مراتي. ثالثا بقى يا محترمة، لو شفتي هتلاقي إن في 3 تحليلات في 3 معامل مختلفة، عينة منهم للديب ووالدك، و2 منك انتي مع الديب. والتحليلات ال3 أكدوا إنك مش أخت الديب ومفيش أي صلة قرابة بينك وبينه. ويا ريت بقى تبقي تفكري شوية قبل ما تتهمي الناس بكلامك الفارغ ده. عن إذنك. وسابها ومشي، وصفية قعدت تايهة. يعني إيه؟ خالد مش خالد؟ مش أخويا؟ طب إزاي؟ قلبي حس بيه قوي، إزاي مش أخويا؟ وهنا الدكتور سعيد قال: دكتورة صفية، انت أعصابك تعبانة قوي، ولولا إني أعرفك كويس كنت عاقبتك على كلامك ده وعلى اتهاماتك. ونصيحة مني ليكي، خدي اليوم ده راحة هدي فيها أعصابك وعيدي ترتيب أفكارك. مهاب، أنا أسفة. انت غلطتي قوي وأهنتيني قدام الكل، وأنا مش هقبل. لا يا مهاب، علشان خاطري ما تزعلش مني. أنا ماليش حد غيرك يا مهاب. انت عارف حساسية موضوع خالد بالنسبة لي. بس يا شيخة، مش للدرجة دي تتهميني فيها بالتآمر، وبعدين هتآمر مع مين ضد مين؟ أصلك مش عارف الأجانب بيعملوا إيه؟ لا، أعرف كويس. اوعي تفكري إننا راضيين عن أفعالهم، أكيد لا. بس انتي حولتي الموضوع لتحدي، وكانت النتيجة إن هم اشتكوا منك لجهات عليا لحد ما أصدرت الجهات قرار بيبعدوكي عن الشغل معاهم. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ترجعي شغلك العادي وملكيش أي علاقة بالديب. على فكرة احنا مش ناقصين مشاكل. طب وخالد؟ أقصد الديب هتسيبوه لهم يعذبوه؟ على فكرة موضوع الديب ولا خالد ده ما يخصكيش نهائي بقى دلوقتي.
وبعد مرور 5 أيام كانت صفية في المعمل وعلامات الحزن والضيق على وشها. مريم صاحبتها قالت لها: وبعدين يا صفية، حرام عليك اللي انت عاملاه في نفسك ده، وعاملاه كمان فينا. غصب عني يا مريم، غصب عني، ما حدش فيكو حاسس بيا. يا ستي كلنا حاسين بيكي وصعبان علينا الديب، بس مش بالطريقة دي. ده انت من ساعة ما جيتي وانت لا مركزة في شغلك ولا مبطلة سرحان، ودايما حزينة وكئيبة. حرام عليكي بجد. قلبي بيوجعني قوي يا مريم، بيوجعني على خالد. يا حبيبتي هو كويس، انت كل يوم تقولي كده. انا كل يوم قلبي بيوجعني عليه، بس النهاردة اكتر. انا حاسة اني مخنوقة، مخنوقة بجد. حتى النفس تقيل قوي على صدري، لا راضي يدخل ولا عارف يخرج. انا بتخنق بجد يا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر عليكي. طب تحبي تروحي ما دمتي تعبانة؟ مش هرتاح يا مريم، مش هرتاح. انا بس عايزة اطمن عليه، اطمن عليه انه بخير. حد يطمني، مش هقول اسمع صوته ولا اشوفه. اي حد بس يروح ويطمني عليه انه بخير. طيب لو تحبي اننا ممكن اطلع فوق، بس هقول لهم ايه؟ قولي اي حاجة علشان خاطري، علشان خاطري روحي واسألي عنه. هقول لك حاجة، روحي جنب اوضته، ولو سمعتيه بيعوي ولا بينبح تعالي طمنيني. انا راضية بكده والله العظيم، راضية، بس روحي عشان خاطري وطمنيني. حاضر والله هروح وحاجة طمنك، بس كفاية بقى، بطلي تعيطي، كفاية دموع علشان خاطري. حاضر، هبطل والله، بس اطمنيني. وفعلا قامت مريم، وقبل ما تخرج لقت مهاب داخل المعمل بيبص على صفية اللي بتعيط. وأول ما شافته قرب منها، رمت نفسها في حضنه وهي عمالة تعيط. مهاب ساعتها قال لها: انت عرفتي منين؟ حد جه وقالك؟ أنا كنت جاي علشان أعرفك. تعرفني إيه يا مهاب؟ هو حصل حاجة؟ هو انت ما تعرفيش؟ ما تخوفنيش يا مهاب، ايه اللي حصل؟ الصبح لقينا الديب ميت. وهنا صفية فتحت عيونها على أكبر اتساع. ايه بتقول ايه؟ معلش أصلي مش بتقول. معلش مين؟ معلش يا صفية ركزي، احنا لقينا الديب ميت الصبح. لا لا لا، أخويا لا. بتقول أخويا مات؟ حرام عليك، ازاي قتلتوه؟ أكيد الأجانب اللي ما عندهمش رحمة، أكيد هم اللي قتلوا أخويا. أنا لازم أموتهم زي ما موتوه، أكيد يا قلبي عذبوه. هزها مهاب من أكتافها وهو بيقول: ما حدش قتل أخوك يا صفية، الديب مش أخوك. قتلوه، صح صح، قتلوه، قول عشان خاطري. ما حدش قتله يا حبيبتي. أمال مات إزاي؟ اقعدي بس واسمعيني يا صفية. بعد ما سبتيه احنا عينا الأستاذ مصطفى مكانك، وده كان ملازمهم ثانية بثانية علشان ما يقدروش يعملوا أي تجاوز. وهم ما عرفوش بسبب الديب، كان متوحش وشرس، كل اللي يدخل عنده كان بيهاجمه ويعضه ويحاول يخنقه، والكل كان خايف منه، حتى ما عرفوش يخدروه بسبب عنفه وحركاته الكتيرة. أيوه، كان مضطرب وخايف، كان بيعوي بينبح، كان بينادي عليا يا حبيبي. واستمر على الحالة دي 3 أيام متتالية، وفي اليوم الرابع كان الديب غريب. غريب ازاي يا مهاب؟ كان ساكت وهادي ومستكين، قضى اليوم كله مستلقي على الأرض. احنا ظننا انه خلاص هدي وهيستجيب لنا ويتقبل وجودنا، بس النهاردة الصبح لاحظ الحارس عليه انه على نفس الوضعية ومغيرهاش من امبارح، ولما حاول يصحيه لقى ميت. وهنا اتدخلت ليلى وقالت: طب فحصتوه يا دكتور؟ فحصناه يا ليلى، الوفاة طبيعية، هبوط حاد في الدورة الدموية. قولي يا صفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. صفية كانت منهارة من كتر البكا. عايزة أشوف، عايزة أودعه لآخر مرة قبل ما تدفنه وأتحرم منه.
صعب يا صفية، انتي بالذات صعب. هودعه في الجنازة، أنا لازم أحضرها. انتوا حددتوا الدفن امتى؟ الدفن امتى يا مهاب؟ هتدفنوا الديب امتى؟ رد عليا. ما اظنش قريب يا صفية. ليه ما تظنش انه قريب؟ لأن الخبراء الأجانب بعتوا إيميل للجامعة بيطالبوا الخبراء بتشريحه، وده معناه إن الموضوع هياخد وقت طويل، لأن حالة الديب محتاجة دراسة وفحص شامل لكل عضو في جسمه، وأكيد هما مش هيتنازلوا عن حقهم ده. فعلا ده حقهم. ادعيله يا صفية، الجسم ملوش أي قيمة ما دامت الروح راحت عند ربنا. فعلا الجسم ملوش أي قيمة. كانت صفية جامدة جدا وثابتة بطريقة غريبة، وخاصة إنها توقفت عن البكا وسكتت وهي بتتقبل العزف أخوها من كل زملائها. وهنا دخل الدكتور سعيد وقال: البقاء لله يا صفية، الدوام لله، عظم الله أجرك يا دكتور. على فكرة أنا حاسس بيكي قوي ومش هقول غير ربنا يصبرك. اللهم أمين. تقدري تاخدي النهاردة أجازة ترتاحي فيها، ولو عايزة تاخدي 3 أيام أنا ما عنديش مانع. شكرا يا دكتور، أنا فعلا محتاجة أرتاح. تقدري تروحي. قوم يا دكتور مهاب وصلها. ماشي يا دكتور، تعالي يا صفية. ومشيت معاه صفية في هدوء، وبعد ما ركبت العربية قالت: لو سمحت يا مهاب، أنا عايزة أبات النهاردة عند بابا. ليه يا صفية؟ للدرجة دي زعلانة مني؟ طب أنا عملت إيه علشان تزعلي مني؟ لا يا مهاب، أنا مش زعلانة منك، بس أنا تعبانة بجد ومش هرتاح إلا عند بابا. علشان خاطري سيبني ارتاح. ماشي يا صفية، هوصلك عند عمي، بس النهاردة وبس. شكرا يا مهاب. مهاب، خد بالك من بناتنا. تاني يوم دخل مهاب المركز، لقى فيه حالة من القلق والتوتر وحركة كتير والكل رايح جاي. في ايه؟ ايه يا جماعة الكل بيجري كده ليه؟ والله ما اعرف، بس الكل مش على بعضه والبعض جري على المستشفى اللي تابعة لينا، بس ما حدش عارف حاجة. قعد مهاب يدور لحد ما وصل الدكتور سعيد. ايه اللي حصل يا دكتور سعيد؟ مصيبة يا مهاب، مصيبة. جتة الديب اختفت. نعم؟ ازاي؟ زي ما بقولك، الجثة اختفت. لقينا الصبح حراس المشرحة متكتفين ومتبنجين والجثة مختفية، وطبعا الخبراء الأجانب غضبانين واتصلوا بالشرطة والدنيا مقلوبة. طب مين اللي عمل كده وليه؟ وهيستفاد ايه من يا نهار اسود، معقول؟ دي تبقى مصيبة. سرحان في ايه يا مهاب؟ ربنا يستر. وجري بسرعة يركب عربيته وتوجه لبيت حماه. والد صفية أول ما وصل لقى الشرطة في كل مكان. طلع بسرعة الشقة، وهناك شافهم بيقبضوا على صفية بتهمة الاعتداء على الحراس وخطف جثة الديب. وهنا بصت صفية للقاضي وقالت بصوت ثابت: أنا بعترف إني مذنبة، أنا خطفت جثة الديب. عندك كلام تاني عايزة تقوليه؟ لا يا فندم، أنا اعترفت. وهنا صرخ رئيس الوفد الأجنبي وقال: بقى أمر مهم، الجثة الديب فين؟ احنا عايزين جثة الديب، انت خبيتها فين؟ انتقي صفية، انت خبيتي الجثة فين؟ انتم كنتوا عايزين اعترافي وانا اعترفت، لكن غير كده مش هقول لكم الديب فين. سيدي القاضي، احضر لنا الجثة، العلم والإنسانية تطالبك بذلك. الإنسانية بتصرخ من سنين، آلاف الأطفال بيتقتلوا، فين علمك عشان ينقذهم؟ في حرمات بتنتهك وبيوت بتتهدم ودماء بتنزف، فين علمك؟ فين إنسانيتكم؟ اللي انتي بتطالبي بيه ده لا يعنينا، دي سياسة، إنما بيعنينا أمر الديب. انتي أضعتي على العلم آلاف من المعلومات اللي ممكن تخدم الإنسانية. وإيه بقى اللي استفادوا الديب من علمكم؟ ما استفادش حاجة. إيه اللي استفادوا من إنسانيتكم؟ انتوا ليه بتطالبوا إنه يخدم علم كان السبب في هلاكه؟
إحنا ما بنأذيش الديب، مات بصورة طبيعية. فعلا عاش ديب 30 سنة وما قدرش يعيش كإنسان 30 يوم. إحنا السبب في ضياعه. أنتي ضد العلم، ضد الإنسانية. يمكن اللي أنا عملته ضد العلم والإنسانية. الراجل اللي مات وما يدركش العلم العظيم أكرمته وحفظت الشيء الوحيد اللي بقاله من إنسانيته. الراجل اللي عاش دي بوسط الحيوانات اتغسل كإنسان واتكفن كإنسان واتصلى عليه من الناس، اتصلى عليه كإنسان واتدفن كإنسان. وده أبسط شيء أقدمه لشخص ما استفادش من الإنسانية بشيء، وأنا معترفة بكده، مش ندمانة على اللي عملته، ومكانه هيفضل سر هيلازمني طول عمري وهيتدفن معايا في قبري. سيدي القاضي، أجبرها على البوح بمكان الذئب. أنا قاضي، مهمتي إني أحقق العدالة، أما الإجبار والإكراه على التكلم ده مش من صميم عملي. ولو سمحت بطلب منك تهدى وتصمت، وإلا حرميك في السجن بتهمة إهانة المحكمة. أنا في سؤال بجد نفسي أعرف إجابته. لو الديب مش أخوكي، إزاي كنت بتحسي بيه وليه قلبك ارتعش له؟ يمكن اللي هقوله مش تفسير علمي يتقاس بالورقة والقلم، بس هقولك التفسير الوحيد اللي توصلت له، وهو إن الديب ليه أم موجوع عليه، رفعت إيديها لرب السما تدعي له إن يحنن قلب العدو قبل الحبيب على ابنها. وسبحان الله، حنن قلب وحوش الصحراء عليه، وحنن قلب واحدة اسمها صفية شافت فيه أخوها فحبته وحمته ودفعت عن حقه. ونعم بالله. عندك حاجة تانية تحب تضيفيها يا صفية؟ لا يا سيادة القاضي. شوفي يا صفية، أولا أنا أشكرك إنك حكيتي قصة الديب، لأنك اكتشفتي أمور كتيرة كانت غامضة، وبالرغم من نبل هدفك إلا إنك أخطأتي وارتكبتي عدد من الجرائم. وأنا كقاضي بحمل على أكتافي قوانين وتشريعات تهدف لتحقيق العدالة، وبناء عليه حكمت المحكمة على الدكتورة صفية رجب. طبعا مش هقول الحكم، لكني حدي لكل المتابعين الفرصة إنهم يكونوا قضاة، وكل واحد يقول حكمه على صفية. لو انتوا مكان القاضي هتحكموا على صفية بإيه؟ وبكده تكون انتهت قصة ديب. استنوني في قصة جديدة. كانت معكم غادة محمود.